انا بقى كشخص بيحب التفاصيل وبحب اركز في التفاصيل جدا. كنت هقول ايه؟ نسيت التفاصيل اللي انا كنت هركز فيها. بعتهم والله. ان هو الاهتمام ما بيطلبش، بيتقابلوا صدفه بعدها وبيتفقوا بعدها، ليه 2 بعدها. زود لي شويه بعدها كده يا ابني من عندك. بصراحه احمد مالك عمل دور فظيع، يعني تبقى لسه بتتفرج على فيلم. انا عايز اقول اصلا مسلسل ولاد الشمس، وده دور تاني خالص، والاتنين ايه ده، ايه يا ابني ده، ايه ده. هشيلها في الفيديو عشان هي مش عاجباني. كنت عمال انخرب في الفيلم كده عن غلطه، يعني حاجه كده المفروض ما تتعرضش. لا ايه حاجه المفروض، انا حاسس ان انا قلت حاجه عيب. كنت عمال انخرب في الفيلم كده عن اي خلطه. اي خلطه حلوه كده. الكروت دي كلها اتوزعت، مش كلها اللي اتوزعت. بيبقى لذيذ، تحس ان انت سراوندد بالفيلم نفسه. احنا بتوع برضه انجليزي، يكتشف حاجه كده ناحيه الهرم الاكبر. ايه الحاجه كده، ايه الحاجه اللي هيخش يكتشف؟ الفيلم بصراحه فيه مشاهد كتير عجبتني، يعني انا لسه اتفرجت على الفيلم. يعني واضح ان الفيلم هيبقى جامد. انا ليه قلتها كده؟ واضح ان ليه ما قلتهاش كده؟ شغل عالي، انا متحمس جدا اشوف فيلم زي كده. تعالى يا حبيبي امشي عندنا في الصاله، تعالى يا حبيبي اجري قدام الكاميرا هنا. ايه ما تقوليش انها فصلت ولا كأن حصل اي حاجه. دي هبده وجدعانه من عندي. ممكن نوطي سنه يا حاج معلش والنبي الله يكرمك. مفيش اعلى من كده والله. ايه ده، بقول لك نوطي سنه. اعلى حاجه دي. هو احنا ايه ده بيضايقني ولا ايه؟ مش فاهم. باين ان الكوبايه دي فاضيه ما فيهاش اي حاجه. مش مهم، مش كل شويه اشرب لي كوبايه شاي. انا تعبت والله تعبت. الفيلم قصته بتبدا من تحت قوي. الفيلم بيبدا بان حسن قاعد بيكتب جواب للرئيس، ووقت ما هو بيكتب الكواب بيكتب الكواب سقطت كده رئيس الحي. اما اداله الريموت قال له لو راجل وطي الصوت، لو راجل اهو وريني بقى توطي ازاي. ده مؤاخذه. في المشهد ده مثلا شفنا ان هو مفيش لابتوب، سوري ده فيه لابتوب. ده مؤاخذه. وده ليه؟ لان حسن مخه ما بيكريتش حاجه جديده، بس هو عامه يعني مرض فيه هلاوس وشويه اوهام وشويه حاجات زي كده. يعني ان شاء الله مفيش دكتور نفسي يشوف العبط اللي انا قلته ده.